حلوة للجلاش. هتعملي بيها الجلاش بطريقة سهلة وبسيطة. سينابون الكداب. الطريقة دي اللي انا عملتها سهل وبسيط، هيعجب ولادك كتير. هتعمليه على طول، مش مكلف حاجة خالص اهو. اتمنى يعجب حضراتكم بالشكل ده اهو. قطعت هنا قطعة اهو، شوف الطراوة اللي فيها بالشكل ده اهي. عشان اوريكم قد ايه انها جميلة وسهلة وحلوة وطعمها تحفة. اتمنى الفيديو يعجبكم. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. لو عندك لفة جلاش نص كيلو وهتعملي بيها احلى حاجة حلوة اللي هو السينابون الكداب بطريقة سهلة وجميلة، والمكونات طبعا متواجدة عندك في البيت ومتوفرة. ان شاء الله تعجبك الطريقة. معانا لو عندك لفة الجلاش دي نص كيلو لفة جلاش نص كيلو، ومعانا نص كوباية سكر، ومعانا معلقة كاكاو كبيرة، ومعلقتين قرفة، ومعانا السمنة على زبدة بالطريقة دي اهي مسيحة، ومعانا الصينية دهناها اهي دهناها بالسمنة. هنبدأ بسم الله الطريقة. انا خدت ورقتين الجلاش بالشكل ده كده اهي، هدهنهم بالزبدة والسمنة بالشكل ده كده. هدهن الورقتين دهنة خفيفة بس كلها يعني بالشكل ده كده. بشوية بقى دي السكر، ده السكر والقرفة والكاكاو انا خلطتهم على بعض بالشكل ده كده. هنرشرش بقى على ورقة الجلاش دي بالشكل ده كده. تغيير في النوع الحلو اللي هتعمليه بالجلاش بالشكل ده كده اهو. هتلفيه بقى ايه بالشكل ده كده، رول او ممكن تعمليه مروح، بس انا هعمل لكم دي الاول رول بالشكل ده كده بالشكل ده اهو. هنلف ورقة الجلاش بالشكل ده كده، رول بالشكل ده كده اهو، بالشكل ده كده اهو. هتبقى كده وهنحطها في الصينية. اما دي اللي ممكن نحط لها حتة سمنة فهتلزق بالشكل ده كده، نقطة كده هتلاقيها لزقت كده اهي. كده هنرص في الصينية على طول. هعمل كمان لكم واحدة بالشكل ده كده. فردت الجلاش اهو، هنحط السمنة بالشكل ده كده ندهن، وهنروح حاطين القرفة والسكر والكاكاو بالشكل ده كده اهو. رشرش عليها كده بالشكل ده كده. نحط هنا كده شوية. هنبدأ بقى نلفها، ممكن تعملوا كده تكشكشوا كده اهو، دي طريقة تانية برضو اهي بالشكل ده كده، بالشكل ده كده اهو. هنبدأ نلف كده بالشكل ده كده اهي، بالشكل ده كده. والحرف ده طبعا هنسنده جنب ايه اللي احنا حاطينها، او نحط له حته سمنه كده بسيطه هنا كده، وهنقفلها كده هتتقفل اهي بالشكل ده كده. هتبقى كده الطريقه. في طريقه كمان، هناخد 4 طبقات زي كده اهو. هنحط بين كل طبقه وطبقه السمنه
رشة من القرفة والسكر والكاكاو، وبعد كده هنلفها رول. هنبدأ اعمل معاكم واحدة. هدهن الطبقة الاولى بالشكل ده كده، وهنرش رشة من السكر والقرفة والكاكاو عليها بالشكل ده كده، رشة خفيفة كده، وهنحط الطبقة التانية فوقها بالشكل ده كده اهو. الطبقة التانية دهنة خفيفة من الزبدة والسمنة بالشكل ده كده، وطبقة من القرفة والسكر والكاكاو، ونحط كمان طبقة بالشكل ده كده. انتوا ممكن تحطوا كل طبقات الجلاش بالشكل ده كده، والاخر تلفوها رول زي ما انا هعمل، وهنقطعها بالسكين كده. انا حطيت الطبقات كلها بالشكل ده كده، هلفها بقى رول بالشكل ده كده، بالشكل ده كده اهو. بالشكل ده كده اهو. هجيب السكينة، هسوي انا دون كده، هجيب السكينة واقطعها دواير بالشكل ده كده. اقطعها بالراحة خالص، والمقاس كله قد بعضه، لازم المقاس يكون قد بعضه. ممكن نعمل كده بالشكل ده كده اهو، هتبقى بالشكل ده كده. احطها في الصينية بالشكل ده اهي. هرص كله في الصينية، وبعد ما خلصت تقطيع ده الشكل النهائي للسينابون الكداب بالشكل ده اهو. كده ادخله الفرن لمدة ربع ساعة، بياخد درجة حرارة متوسطة عشان الجلاش بيحبش الدرجة العالية، درجة الحرارة العالية. بعد ما يخرج من الفرن ان شاء الله اوري لحضراتكم بالشكل ده كده اهو. صينية السينابون الكداب بالجلاش كده خرجت من الفرن بالشكل الحلو ده اهي. اتمنى تعجبك. تغيير في الحاجة الحلوة، تغيير في انواع الجلاش بالشكل ده اهي. اتمنى تعجبك. هنحط عليها بقى سكر بودرة وحليب مكثف محلى، اي حاجة انت عايزة تحطها تزيني بيها تزيني بالشكل ده اهي. اتمنى تعجبك. هوريها لكم برضو. دي حطيت لها شوية سكر بودرة بالشكل ده كده، الشكل الاولاني اللي انا عملته معاكم. وده هنحط لها الحليب المكثف بالشكل ده كده. اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم بالشكل ده اهو. ده شكله اهو. اتمنى يعجبكم، يا رب تعملوه ويعجبكم بالشكل ده اهو. وادي الباقيين اهو احط عليهم سكر بودرة. النهارده عملت لكم حاجه بالجلاش، حاجه حلوه، السينابون الكداب بالجلاش. اتمنى يعجبكم بالشكل الجميل ده اهو. اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم. سهل وبسيط، تغيير في الجلاش اهي بالشكل ده اهو.
يا رب الفيديو يعجبكم. هنبدأ بقى الفيديو، اتفرج علينا فيه وشوف الطريقة، هتلاقيها سهلة ان شاء الله، وتغيير حاجة حلوة لأولادك بطريقة الجلاش. تعملي بطريقة تانية غير الطرق اللي انت عارفاها، تجديد وتغيير بالشكل ده اهو. اتمنى يعجبكم.